الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى القسم الثالث من أقسام الرسالة التبوكية أو تقريب الرسالة التبوكية. ذكرنا فيما مضى أنه يمكن لتسهيل دراسة الرسالة التبوكية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الغاية، والقسم الثاني المنهج الذي يؤدي إلى الغاية، والقسم الثالث الوسيلة أو كيفية استخدام المنهج كي أصل إلى الغاية. ما هي الغاية؟ الغاية، وهذا هو القسم الأول، هو رضا الله والجنة. الغاية تعبيد النفس والأسرة والمجتمع والأمة لله تعالى. الغاية إقامة حق الله في الأرض. الغاية أن تعطي كل ذي حق حقه. هذه هي الغاية. طيب، ما هي الوسيلة؟ ده القسم الأول في الكتاب. القسم الثاني، ما هي الوسيلة أو ما هو المنهج الذي سيوصلني إلى الغاية؟ منهج واحد فقط، منهج النبوة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هذا المنهج؟ التوحيد. ما هذا المنهج؟ الاتباع. ما هذا المنهج؟ طلب السعادة وتزكية النفس. ما هذا المنهج؟ الاعتصام بالقدوة، بالقرآن، بالقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو الذي نبدأ فيه الآن، وهو كيفية الوصول إلى الغاية. كيف أتعلم المنهج وكيف أصل به إلى الغاية؟ فتعالوا بنا يعلمنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كيف نصل، ما هي الوسائل أو ما هي الكيفية التي نصل بها إلى غايتنا. كيف نصل إلى رضا الله والجنة، كيف نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، كيف نصل إلى إقامة حق الله في الأرض، كيف نصل إلى تعبيد أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا لله عز وجل، كيف نصل إلى أن نكون على الصراط المستقيم على الهدى ودين الحق. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله والرسول. إذن نقول فقه الإعداد لسفر الهجرة إلى الله ورسوله، أو كيفية الهجرة إلى الله ورسوله. ما هو ابن القيم قال لنا في الأول، أو معنى كلام ابن القيم: نحن بين بطنين، بطن الأرض أو بطن الأم، معذرة، بطن الأم وبطن الأرض، وبين بطن الأم وبطن الأرض كانت الحياة، فأنت تهاجر من بطن أمك إلى بطن الأرض. طيب، كيف تهاجر؟ إيه الغاية من الهجرة؟ ذكرنا الغاية. طيب، رضا الله والجنة، إقامة حق الله وإقامة حق الخلق. طيب، ما هو المنهج والطريق الذي تسير فيه؟ قلنا المنهج منهج النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف أسير؟ ده القسم رقم 3. كيف أسير؟ ابن القيم قال لك 7 حاجات. نركز مع بعض بقى. 7 أشياء إذا اهتممت بها وأقمتها في حياتك تهاجر إلى الله عز وجل. الأمر الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: التعاون على البر والتقوى. القافلة، إنك في الدنيا لا تترك نفسك فريسة للشيطان، ولا فريسة لهواك، ولا فريسة لأرباب الفسق والظلم والبدع. لا بد من أن يكون لك أخوة إيمانية، لا بد أن يكون هناك قافلة تسير فيها من العلماء، من طلبة العلم، من الدعاة، من الصادقين، من المخلصين. دي مسألة مهمة جدا. قافلة. قال ابن القيم: كيف تكون هذه القافلة؟ ابن القيم يقول لك تكوين هذه القافلة يكون بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكرنا في أول الرسالة قاعدة: شاء الله عز وجل الضعف فينا كونا، أنا وأنت وكل إنسان ضعيف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لا تهرب من هذا، فنحن ضعاف. طيب، الضعيف يقوى ولا لا يقوى؟ يقوى.
بما يقوى؟ بما ذكره ابن القيم، يقوى بالتعاون على البر والتقوى. لذلك قلنا خلق الله عز وجل الإنسان كونا ضعيفا، ثم جبر الله عز وجل ذلك شرعا بالتعاون على البر والتقوى. قال والمقصود بهذا، يبقى أول شيء مهم جدا للسفر إلى الله عز وجل إنك وإنت ماشي في طريق إلى الله ما تمشيش لوحدك، الشيطان هيفترسك، لصوص الطريق وقطاع الطريق هيفترسوه، سباع الطريق وظلام الليل ممكن تتوه. عشان كده لا بد من القافلة، التعاون على البر والتقوى. قال والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله والرسول. نتعاون باليد واللسان والقلب والمساعدة والنصيحة، تعليما وإرشادا ومودة. يبقى إذن صور التعاون: تتعاون باليد، تتعاون بالبدن، تتعاون باللسان، النصيحة، تتعاون بالقلب، بالدعاء، بالمعاونة. صور التعاون كثيرة بقى، وده موضوع يحتاج إلى دراسة فعلا، كيفية التعاون على البر والتقوى. قال والمساعدة والنصيحة تعليما وإرشادا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله، يعني إذا بحثت عن عالم 2 3 طلاب علم، إذا بحثت عن صادقين مخلصين عباد أولياء لله تبارك وتعالى، عن أصدقاء صالحين وتعاون معهم. قال ومن كان هكذا مع عباد الله، ما هو أنت برضه هتتعاون معهم كي تفيدهم وتقويهم ويقووك، فتكون يعني كأحد اليدين تمسك إحداهما الأخرى. قال من كان هكذا مع عباد الله فكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، إلا يعيش فريدا وحيدا في طريق طلبه، لن يصل إلى الله عز وجل سالما إلا إذا شاء الله شيئا. فإن قلت قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ إذن واحد، اكتب واحد: التعاون على البر والتقوى، وأن تسير إلى الله عز وجل مع العلماء والعباد والزهاد والصادقين والمخلصين والنبلاء والفضلاء، ومع الأصدقاء الطيبين الصالحين، وتترك أهل الفساد وأهل الغي، لصوص الطريق. الصديق الفاسد لص يقطع عليك طريق إلى الله عز وجل، وهكذا دواليك، وهذا لا يخفى عنا جميعا. لذلك لا بد أن نربي أطفالنا على هذا، أن يصاحبوا منذ نعومة أظفارهم الأولاد الصالحين، الأولاد ذو الطباع والأخلاق والبيئات والأسر الطيبة. قال زادوا السفر، يبقى 2، يبقى أول شيء في الإعداد للسفر وكيفية السفر إلى الله التعاون على البر والتقوى، وأن تكون في طريقك إلى الله مع قافلة طيبة، مع قافلة صالحة. 2 زادوا السفر. ما هو زاد السفر؟ العلم. ابن القيم يقول لك انت خلاص هتسافر إلى الله في قافلة مع صالحين. سيدنا أبو بكر كان مسافر مع مين؟ مع سيدنا عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أعظم شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مسافر مع مين؟ مع طلحة بن عبيد الله وغيره. طيب لو قلنا بعد ذلك يعني الإمام أحمد بن حنبل كان مسافر مع مين؟ يحيى بن معين، وهكذا. فكل عالم، حتى العالم له قافلة وأصحابه من العلماء يسافر بهم، الصالحين. قال زاد السفر. طيب انت بقى زاد السفر، ما هو زاد السفر وأنت في قافلة الصالحين إلى الله عز وجل؟ يا جماعة ده سيدنا موسى قال دعا ربه، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. موسى عليه السلام وهو من أعظم الأنبياء رضي عليه الصلاة والسلام، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، أراد أن يتعاون، وقال الله عز وجل له سنشد عضدك بأخيك، مع أن الله عز وجل قال لموسى واصطنعتك لنفسي. عارفين يعني ايه واصطنعتك لنفسي؟ يعني ايه ولتصنع على عيني؟ يعني إنك بأعيننا. يعني واصطنعتك لنفسي أي اخترتك لرسالتي. فموسى اختاره الله عز وجل لتبليغ رسالته. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. عارفين يعني ولتصنع على عيني؟ يعني تربى تحت رعايتي وحفظي
ومع ذلك قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لا تغتر بعقلك ولا قوتك، ولا تغتر بحولك، ولا تغتر بتفكيرك، ولا تغتر بعزيمتك. لا، مكر الشيطان أقوى من عزيمتك، ومكر الشيطان أقوى من تفكيرك، وحيل الشيطان ووساوس الشيطان توقعك في الجحيم. ينقذك التعاون على البر والتقوى والسير مع الصالحين. لا تكن فريسة للغرور، ولا فريسة للتسويف، ولا فريسة للشيطان ولا حيله ولا مكره ولا خداعه ولا فخاخه ولا خطواته. قافلة والعلم، بل العلم تسير مع قافلة العلماء. لذلك قال ابن القيم: زاد السفر العلم. وانت تمشي مع قافلة جاهلة، ولا قافلة عصاة، ولا قافلة منافقين، ولا قافلة كذا وكذا، لا، قافلة صادقة. عشان كده كان ذكر بعد ذلك مع هذه القافلة زاد السفر العلم. قال: زاد السفر إلى الله من بطن الأم إلى بطن الأرض. قال: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. أعظم زاد في السفر إلى الله العلم. العلم ينقذك من كل شر ومن كل فساد. لذلك لا بد من معرفة مكانة العلم وقدر العلم. العلم ينقذ. الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى الراهب قال: دلني، قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. قتله أكمل به 100. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. فقال له: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، القافلة اللي انت فيها دي قافلة سوء، اتركها. اذهب إلى أرض كذا وكذا، قافلة تانية صالحين. اذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فدلوا أول شيء على القافلة. ماشي الحال؟ تمام. ومع ذلك السؤال بقى: من الذي قتل الراهب؟ الجهل. ومن الذي أنجى العالم؟ العلم. ومن الذي أنجى هذا التائب؟ العلم. العلم مهم جدا. لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة إلا بالعلم. العلم النافع، علم يعلمك السعادة وينشرح صدرك وغير ذلك من فضائل العلم التي لا تخفى. يكفي فقط أن العلم طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يكفي أن العلم يرفع قدر الإنسان في الدنيا والآخرة. العلم له فضائل كثيرة جدا، نراجع فضائل العلم في مواطن ذلك. يبقى 1: القافلة الصالحة. 2: زاد السفر العلم. 3: طريق السفر. طيب، ما هو الطريق الذي تسلكه بالزاد؟ الزاد ده مهم جدا. لو ان الانسان في الطريق وفنى الماء وفنى الطعام وفنى الزاد يهلك مباشرة. لذلك العلم يفني، انما الجهل معذرة استغفر الله، الجهل يفني والعلم ينجي وهو الزاد. طريق السفر فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلا ينال بالمنى ولن يدرك بالهوينا، وإنما هو كما قيل: فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. هنا مسألة مهمة جدا. ابن القيم يقول: فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. الغرض المقصود من طريق السفر هو الهمة العالية والعزم والحماس. دي مسألة مهمة. ابن القيم يقول: أنت من بطن الأم لبطن الأرض تريد في السفر إلى الله عز وجل، لازم تبحث عما يرفع همتك ويقوي عزمك، فهو ده الطريق الجيد. ويمتلئ قلبك بالنشاط، ويمتلئ قلبك بالعزم، ويمتلئ قلبك بالهمة العالية. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عندما توقد النار والنار يظل موقد ينضج الطعام. كذلك حياتك إذا كانت فيها همة لا شك تحقق أهدافك وتحقق أمانيك. لذلك قال ابن القيم: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين. يعني
عشان لأجل أن تكون عالي الهمة قوي السير إلى الله حماس دائم، لا بد من أمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لوم لائم، فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله صريعا في الأرض. دي مسألة مهمة جدا، يعني لا تلتفت إلى قواطع الطريق. خلي بالك وانت ماشي في الطريق إلى الله في قواطع، في لصوص. اللصوص دي ممكن تبقى عادة سيئة. اللصوص دي ممكن واحد يعني يكسر مقاديفك، يصدك. واحد التحى على سبيل المثال، استقام، بيحفظ القرآن ويطلب العلم وعرف الأوامر فبيأتيها وعرف المحرمات فبينتهي عنها. فيجي واحد من الأصدقاء القدامى يقول له: أنت خبت، أنت بقيت سني وهكذا. فيقول له إيه؟ يرد عليه بقى، هو عارف إن ده قطع طريق ويصد عن الله ورسوله. قال له: أنت يا مفتون ما تبراح في بحر المنام. يا عم أنت لسه نايم، ده المغنيين تابوا إلى الله عز وجل، فلان وفلان. قل: أنت يا مفتون ما تبراح في بحر المنام، فادع السهوى وبادر مثل فعل المستهام، وسح الدمع على ما أسلفته وابكي ولا تلوو على عزل الملام. أيها اللائم دعني لست أصغي للملام، إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام. لا، أعرف غايتي الجنة ورضا الله وإقامة حق الله، وأعرف قافلتي الصالحين، وأعرف زادي العلم، وأعرف طريقي الهمة العالية والعزم الشديد، وأعرف مركب السفر القلب وإصلاح القلب. فلذلك لا يلتفت الإنسان ولا قدوة للإنسان في البطالين والمنحرفين والضائعين والتائهين، مش قدوة. عشان كده بقول لك لا يصبو في الحق إلى لوم لائم، لا اللي لومك ده ولا تسمع له. والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وابن القيم يريد أن يقول لك: حصل فقه النفس، ما تبخلش بنفسك إنك تتعبها، لا اجتهد واجعل نفسك تعمل. اعرف مواطن الضعف فيك عالجها، واعرف مواطن الكسل فيك عالجها، واعرف مواطن القوة فيك استخدمها. يعني نفسك تهون عليك في الله، تبذل نفسك في الله. لا، تنام بقدر ما تحتاج النفس ونقلل النوم، تأكل بقدر ما يقيم صلبك وما تستغرقش في المباحات عشان تأكل وتنام، ضيعت انت الصلوات مثلا يعني، او ضيعت كذا. ما تستغرقش في انك تشتري لبس كتير وتشغل بالك بهذه الاشياء ونحو ذلك. فالموضوع بيقول لك تهون عليه نفسه في الله. ابذل وقتك يهون عليك في الله، ابذل مالك يهون عليك في الله، ابذل صحتك تهون عليك في الله، ابذل عمرك يهون عليك في الله، ابذل ولدك يهون عليك في الله. يعني ايه؟ تجعل ذلك غرضا وسيلة لرضا الله عز وجل. قال: مركب السفر، دي مسألة مهمة جدا. رقم 4 يبقى أولا القافلة، 2 كما ذكر ابن القيم الزاد، 3 الطريق، طريق السفر كما قال ابن القيم، 4 مركب السفر. ما هو المركب أو المركب الذي يركبه الإنسان من بطن الأم إلى بطن الأرض كي يسير الله عز وجل؟ القلب. وابن القيم دائما ما يقول: إن الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام ولا بالفلوس، إنما الطريق إلى الله يقطع بالقلوب. على قدر قوة القلب على قدر السرعة في السير. القلب عجيب، من أعجب المخلوقات في الأرض بإطلاق القلب. وأتمنى أن أهل العلم الذين عندهم بصيرة يعقدوا محاضرات فعلا في بيان أهمية القلب. القلب ده مخلوق عجيب، من أعجب المخلوقات بلا مدافع القلب، ولعله تأتي مناسبة نتكلم عن هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود قال: مركب
مركب السفر. ما هو مركب السفر؟ القلب. القلب هو المركب والمطية التي تحملك إلى الله، فبقدر صلاح القلب وقوة القلب بقدر السرعة في السير إلى الله تبارك وتعالى. قاعدة: كلما صلح القلب كلما كانت السرعة أقوى إلى الله، كلما صلح القلب كلما كان الإنسان أكثر عملا. يعني إيه الكلام ده؟ أسهل لك الموضوع. تجد إنسان ممكن يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه في اليوم 10 مرات، وتجد إنسان آخر يقول 1000 مرة. ليه ده قال 10 مرات وقال يعني كده كويس؟ واحد قال 1000 مرة ويتمنى إن يكون في وقت كمان عشان يزيد. سرعة ده 10 كيلو في الساعة وسرعة ده 1000 كيلو في الساعة. في فرق في قوة السير ولا لا؟ في فرق. إيه الفرق؟ القلب هو الفرق. في واحد يصلي الصلوات ال5 بالعافية، سرعته كده في السير إلى الله. في واحد يصلي السنن القبلية والبعدية وتحية المسجد وقيام الليل والضحى، سرعته أقوى في الصلاة. ليه؟ ده قلبه أقوى. واحد تاني يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، واحد تاني يقول 1000 مرة. ليه سرعته أقوى؟ قلبه أقوى وإيمانه أقوى. هو ده معنى الكلام. يعني أضرب لكم مثال في حياتنا. لو أنت قدامك عربيتين، عربية BMW وعربية، سامحوني في التعبير يعني عشان تعبير مصري، عربية كارو اللي هي خشب، مصنوعة من الخشب ويجرها الحمار أو السيسي أو الحصان ونحو ذلك يعني. في أيهما أسرع؟ العربية الBM ماشية على 160-200 كيلو في الساعة، والعربية الكارو الذي يجرها الحمار ممكن تمشي على سرعة يعني كيلو في الساعة ولا 2 كيلو في الساعة. ما الفرق؟ فرق كبير. لذلك في إنسان قلبه قلبه سريع إلى الله، في سن قلبه عربية كارو يمشي ببطء شديد. في فرق. لذلك ابن القيم يقول مركب السفر كلما كان قويا قل، كلما كان صالحا كلما كان سفرك إلى الله أقوى. فابن القيم يقول لك يا أخي أنصحك نصيحة في الله، اجعل مركب سفرك قويا بصناعة القلب وبالعبادات القلبية وبإصلاح القلب وتحقيق الإيمان في القلب. فيقول ابن القيم فصدق اللجوء إلى الله والانقطاع إليه بكليته، جميع الحواس تنقطع لله عز وجل، وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل والاستعانة به، والانطراح بين يديه انطراح المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه. كل ده القلب بيتعبد ليه تبارك وتعالى ويخلو من التعلق بغير الله. قال ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. إذن السيارة القوية بخلاف السيارة الضعيفة، والقلب القوي بخلاف القلب الضعيف، والمركب القوي بخلاف المركب الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ده ماشي وده ماشي، بس أنت عايز إيه؟ تسير بقوة. يبقى إذن قوي قلبك. كيف تكون تقوية القلب؟ لهذا مجالس ولهذه كتب يدرسها العبد، وينبغي الرجوع إلى ذلك. الغرض المقصود ذكرنا في هذا الدرس أو هذا المجلس 4 أمور هي من أعظم ما ينبغي أن يستحضره الإنسان للسير إلى الله عز وجل. 1 القافلة الصالحة والتعاون على البر والتقوى. 2 زاد السفر. 3 طريق السفر. 4 مركب السفر إلى الله تبارك وتعالى. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى باقي الأشياء ال7 في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا والحمد لله رب العالمين.